هاي بنات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هيكون عن البالت دي من ويت ان وايلد. البالت دي انا جبتها قبل ما اتعب وما كنتش عملت لكم عنها ريفيو ولا كنت جربتها، فهجربها معاكم في الفيديو ده. يا رب الفيديو يعجبكم. وعايزه اقول لكم حاجه الاول قبل ما نبتدي، شكرا 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 على الكومنتات الحلوه بتاعه الفيديو اللي فات، ولو ما شفتوش الفيديو هتلاقي اللينك ظاهر فوق هنا او هنا مش عارفه، بس شكرا جدا 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 على دعواتكم وعلى كلامكم الحلو. بجد مش قادره اقول لكم يعني الكومنتات دي عملت فيا ايه، بجد شكرا جدا جدا جدا. الفيديو ده ما حطيتش عدسات عشان الفيديو اللي فات عجبكم ان انا ما حطيتش عدسات. فعلا انا بقالي فتره طويله قوي ما بستخدم، يعني بستخدم عدسات في الفيديوهات وما بطلعش كده، ففاينلي اهو طلعت من غير عدسات وبس كده. حلوين، يلا على طول نبدا اوريكم الباليت بتاعت ويت ان وايلد ان كانت حلوه ولا تستاهل ولا حماده ولا اي حاجه. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وكمان تشتركوا تحت في القناه من المربع الاحمر الموجود تحت الفيديو، ويلا بينا على طول نبتدي. الباليت من جوه دي الالوان بتاعتها هما بيقارنوها شويه بالباليت بتاعت مودرن رينيسانس بتاعت انستازيا، لان فيها اغلب الالوان اللي موجوده في الباليت بتاعت انستازيا. عامله لكم برده ورا هنا زي شكل توتوريال عشان لو عايز تعملي ما عندكيش افكار وعايز تعملي ديلي لوك اللي هو لوك بالنهار، تقدري تستخدمي اللي هو ده اي ثينك. وعاملين التاني نايت لوك، وعاملين لك كمان سهلوا عليكي ان انت ممكن تستخدمي الالوان في ايه. فاول حاجه هستخدمها يا بنات هو الترانزيشن كالر ده اللي هو اللي لونه دافي شويه. في لون تاني ترانزيشن كالر بس لونه على بارد شويه، فانا هستخدم اللون ده. اول حاجه هستخدم براش منفوشه كده شويه عشان توزع لي اللون بشكل واسع على الجفن وما تركزوش في مكان واحد. وما تعوزي عموما تدمجي اي شادو، كل ما الفرشه كبرت كل ما هتوزع لك اللون بشكل واسع، كل ما صغرت هتحطه في مكان معين. هاخد من اللون ده اللي قلت لكم عليه المرايه بس اوكي، وهحطه از لون انتقالي هنا. زي ما انتم شايفين اهو يا بنات، وزعت اللون كله كلون انتقالي على عيني كلها. اللون بيجمنت جدا، يمكن كمان لو صغرت الفرشه شويه هيبان تركيز اللون اكتر عشان انا وزعته في فرشه واسعه فباين شكله ناعم. بعد كده يا بنات هستخدم اللون الاورنج ده عشان احطه تحت اللون الانتقالي على طول عند كسرة العين بالظبط. زي ما انتم شايفين يا بنات انا صغرت الفرشه بتاعت البلاندنج عشان تصغر لي المكان اللي انا او تحطي لي اللون في مكان معين متحدد. ومن نفس اللون الاورنج هحطه برضو تحت العين. بعد كده يا بنات صغرت فرشه البلاندنج شويه وهستخدم اللونين دول، هو لون على فوشيا ولون على بني غامق حاجه بسيطه، هو بني محمر. عايزه على قد ما اقدر استخدم لكم كل الالوان اللي في الباليت في اللوك ده عشان تشوفوا البيجمنت بتاع كل الالوان. وبرده هحطهم في كسره العين زي ما انتم شايفين كده يا بنات، بس في كسره العين. بعد كده هاخد اللون البني الغامق ده اوكي، انا كده استخدمت اغلب الالوان الموجوده في الباليت. هاخد اللون البني ده واحطه بس على طرف العين بنفس الفرشه بتاعه البلاندنج اللي انا حطيت بيها اللون اللي فات. احط بس على طرف العين وبحركه دائريه كده خفيفه امشيه شويه ناحيه كسره العين، بعد كده اسحبه على بره. الالوان بيجمنت جدا جدا. هاخد اللون الفاتح ده، هما ورا كاتبين عليه ان اللون ده ينفع لعظمه الحاجب، فانا هستخدم اللون البيج ده عشان انور تحت الحاجب. هو اللون مات مش مفيهوش اي لمعه، هي الباليت كلها اصلا مفيهاش غير هما لونين بس اللي بيلمعوا يعني. بعد كده هاخد فرشه فلات وهاخد برضو اللون البني اللي انا حطيته في طرف العين وامشيه بس
بطرف العين من تحت واوصله بطرف اللون البني اللي انا حطيته في الاخر. بعد كده هستخدم فرشة البلاندنج اللي انا استخدمتها في الاول وادمج بس اطراف الالوان عشان اتاكد ان كل حاجة شكلها ناعم. بعد كده يا بنات مش متبقي في الباليت الوان غير ال3 الوان دول اللي لسه ما استخدمتهمش، هما واللون الانتقالي الغامق. فهاخد اللون اللي هو على بني شويه ده، المفروض ان هو بيلمع يعني، هنجربه مع بعض. هاخده بصباعي واحطه على الجفن المتحرك. اكشلي هو اللون مش بيلمع، هو لونه ساتن كده شويه، يعني عارفين الضي بتاع الساتان كده، هو كده بالظبط، بيدي ضي خفيف قوي لكن مش بارز قوي فوق العين. نيجي بعد كده يا بنات للون اللي هو الشامبين ده اللي هو فيه لمعه. زي ما قلت لكم الباليت بس فيها لونين بيلمعوا، اللون اللي انا حطيته على الجفن المتحرك واللون الشامبين ده. فهاخده واحطه كده في مدمع العين، طلعه على فوق شويه. زي ما انتم شايفين اللون حلو جدا. احطه كمان تحت الحاجب. هستخدم يا بنات نفس اللون اللي هو اللون الشامبين ده واعمل بيه هايلايت لوشي عشان نشوف النتيجة بتاعته عاملة ازاي. يعني احنا عايزين نستفاد من الباليت على قد ما نقدر. يعني الهايلايت بتاعه حلو جدا. حلو جدا. هو اكشلي مفهوش جلو، يعني فيه شويه سباركلز خفيفه مش كتير، اللي هو شويه لمعه كده شبه الجليتر شويه، بس مش اوفر يعني مش جليتر لا خالص، هو سباركلز خفيفه قوي بس باي ذا واي بيدي جلو شكله حلو للبشره. بعد كده يا بنات هاخد اللون اللي هو اللي قلت لكم عليه لون انتقالي بس لونه بارد شويه. اللون ده هيبقى حلو قوي للكونتور، فهعمل بيه كونتور للانف. بس كده يا بنات تقريبا استخدمنا كل الالوان اللي في الباليت ما عدا اللون ده اللي هو شويه لونه على بيربل او لونه على كشمير. هروح اكمل باقي اللوك، احط ماسكارا وايلاينر وروج وارجع اقول لكم رايي النهائي في الباليت. بس كده يا بنات ده الفاينل لوك بعد ما حطيت الايلاينر والماسكارا وكمان حطيت روج. الباليت دي اشتروها، حلوه جدا، وكمان اعرف ان سعرها معقول. اكشلي معرفش كام بس اعرف ان سعرها معقول، ودلوقتي بقت متوفره في اماكن كتير. الباليت فيها الوان تنفع للبلاشر، لون ينفع هايلايت، لون ينفع ترسمي بيه حواجبك، وكمان كعلبه اي شادو فيها الدرجات الحلوه دي اللي موجوده اصلا في الباليت بتاعت انستازيا، فدي حاجه حلوه جدا. فعلا الباليت عمليه وعجبتني، وعجبني كمان الهايلايت بتاعها قوي. وزي ما قلت لكم هو فيه سباركلز بسيطه كده بس حاجه يعني لا تذكر، عبيطه جدا، فميزه حلوه فيها. الباليت انا اديها 9 من 10، فعلا حلوه جدا. بس كده يا بنات الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون اديتكم ريفيو كامل عن الباليت، وتكونوا كمان شفتوا الالوان بتاعتها عامله ازاي عشان اللي عايز يشتريها يبقى متاكد انها فعلا هتفيده. ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لي لايك للفيديو، كمان تشتركوا تحت في القناه من المربع الاحمر الموجود تحت الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.